من قفص طماطم واحد هنعمل 4 أنواع صلصة مختلفة، صلصة مكرونة وبيتزا ومحشي وطبعا صلصة خضار، خزين سنة كاملة وفي يوم واحد بس. فلو عايزة توفقي بين بيتك وشغلك وأي حاجة بتحبي تعمليها يبقى لازم تشتغلي بذكاء مش بمجهود، وده هدف قناة روشتة النظام. ويلا بينا نبدأ بقفص الطماطم بتاعنا. أول خطوة مهمة هي إني بشيل الجزء الأخضر اللي فوق وبغسل الطماطم كويس جدا وبقطعها وبوزعها على كذا حلة. والسر في التسوية هو إني برفعها على نار عالية الأول لحد ما تبدأ تغلي، وبعدين بهدي النار خالص وبسيبها تتسبك براحتها مع التقليب من الوقت للتاني لحد ما تتقل. الطريقة دي بتريحني جدا وبتطلع الصلصة مركزة. بعد ما الطماطم بتستوي وبتبرد شوية بضربها بالهاند بلندر لحد ما تبقى ناعمة تماما. كده بقى عندي قاعدة الصلصة الأساسية اللي هطلع منها كل الأنواع اللي هنعملها مع بعض النهاردة. أول جزء هعمله هو الصلصة العادية اللي بستخدمها في الخضار أو أي طبيخ. كل اللي بعمله إني بضيف عليها ملح وفلفل أسود ومرقة كمادة حافظة وشوية سكر علشان يعادل حموضة الطماطم، وبكده تكون جاهزة للتخزين. بالنسبة لصلصة المكرونة والبيتزا بعملهم من قاعدة مشتركة. في حلة تانية بحط الطماطم المتقطعة ومعاها بصل وتوم، وبعد ما تستوي بضربهم بالهاند بلندر. بعد كده بحمر كمية توم كبيرة في طاسة وبضيف عليها مرقة وبابريكا وبحطها على الصلصة دي وأقلب، وأضيف الملح والفلفل الأسود، وكده بقى عندي أساس للصلصتين. باخد جزء من الصلصة دي لصلصة البيتزا وهنخليه على جنب دلوقتي، هقولكم هنعمل فيه ايه كمان شوية. والباقي لصلصة المكرونة بضيف عليه ربع كوباية خل وكمون وسكر وفلفل أسود وملح. الخل والكمون هنا بيودوا الصلصة في حتة تانية خالص وبيخلوها مميزة. وأول ما الزيت يفصل على الوش كده الصلصة بتكون جاهزة. نيجي للجزء اللي أخدناه لصلصة البيتزا، بضيف عليه زعتر وملح وفلفل واسيبها لحد ما تتقل على نار هادية خالص، وبكده تكون صلصة البيتزا جاهزة. الصلصة دي بقى بحطها في مكعبات التلج وادخلها الفريزر تجمد، وبعدين بطلعها واحطها في علبة، وكل مكعب بيكون جاهز لصينية بيتزا بطلعه وقت الاستخدام. نيجي بقى لملكة الصلصات، صلصة المحشي. السر هنا في البصل المضروب في الكبة ناعم جدا علشان يدي سماكة للصلصة بتاعتنا. بحمره في زيت كتير، وأول ما ياخد لون بنزل عليه ببابريكا ونص معلقة من 7 بهارات ودي اختيارية، ومكعبين مرقة خضار، وطبعا كزبرة ناشفة. وبقلب كل ده كويس جدا علشان أدي تحميصة للتوابل، وكمان علشان التوابل تغمق شوية معايا وتدي لون الكهرماني الجميل لصلصة المحشي. وبعدين بنزل بكل ده على الصلصة المتسبكة وأقلب كويس وأسيبهم على نار هادية شوية. وأخيرا بضيف كمون وملح وفلفل أسود وسكر، بقلبهم كويس قوي. وأول ما الزيت يفصل كده على الوش الصلصة بتكون مظبوطة وجاهزة. كل ده بيتعمل مع بعض، بس أنا جمعت لكم خطوات كل صنف لوحده ورا بعض علشان تبقى أوضح وكمان أسهل. بعد ما كل الصلصات اللي عملناها بتبرد خالص بعبي كل صنف في علب على قد الاستخدام. وهنا عايزة أركز على نقطة مهمة، مش لازم نعقد نفسنا. أنا استخدمت علب إيكيا وكمان علب جبنة وصلصة قديمة عندي، غسلتهم وعقمتهم كويس قوي. الخلاصة اللي عايزة أوصلها لك دلوقتي وفي كل فيديوهاتي إنك تشتغلي بالمتاح عندك، المهم إنك تستفيدي من الفكرة وتوظفيها صح. الفكرة كلها في كل فيديوهاتي على قناة روشتة النظام إني بشارك معاكم فكرة توفير الوقت والمجهود سواء كنتي بتشتغلي أو لأ. استغلي يوم واحد في الشهر أو السنة علشان ترتاحي باقي الأيام. ولو عجبك الفيديو وحابة إن أنا أشاركك أفكار أكتر في توفير الوقت والمجهود، ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة، لأن دي أكتر حاجة بتشجعني إن أنا أكمل تصوير. أشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.